انا كده فكيت الكاوتش ده. بقول لك ايه يا ريس، عايز ازود كاوتشات العربيه. ماشي من هنا الاثنين. ولا اقول لك عايز افك الاربع كاوتشات وارصصهم. هو انت بتبص على ايه؟ هكون ببص على ايه يعني؟ طب يلا يا هندسه وريني العربيه عشان خاطر اشتغل لك فيها. بص عملت ايه في الجاكيت، وبعدين دي شغلتك. روح وانا مستنيك، ويا ريت بقى تبعت اي حد يجيب لنا قهوه ولا شاي ولا اي حاجه. واربع كراسي. طب بص يا محترم، الورشه دي محدش بيوقف فيها لا مؤاخذه، فانت هتروح تستنى في عربيتك لحد ما اجيلك. اتفضل. طب لو انا استنيت في العربيه هترصص الكاوتشات ازاي؟ مش لازم ننزل، واديني واقف مستنيك اهو. وجهة نظر تحترم برضه. لا ما لا مؤاخذه، انا معايا مركز صيانه والعربيه هتترفع على ونش، مش هحلها بايدي يعني. طب يرضيك القمر ده تعذب في الونش والكلام ده، انا استحمل عادي، لكن هي فانا قاعد مستنيك هنا. لا مؤاخذه، انا مش شايف غير الزبون اللي قدامي، ماليش دعوه بالقمر ده. قلت يا استاذ روح عند العربيه عشان خاطر ترفع، يلا. انت كده خليتني اتكلم كتير. بقول لك ايه، ممكن تعملي كوبايه شاي؟ غلطت غلطه اولى ودي اللي قبل الاخيره، فاضل لك معاها غلطه. روح عند عربيتك يا محترم، يلا. بسم الله ما شاء الله، عندكم زباين. طب تعالوا اتغدوا بسرعه. لا لو كده خليها اللي تروح تتغدى عشان معايا شغلانه مطوله شويه. روحي لها انت. حاضر. ما تنسيش الشاي ها. تعالى على عربيتك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عملت ايه؟ انا عملت حاجه؟ هو انت مطول؟ لا جربت اخلص. بقى شوف لي حته، عشان اما انت مسكت وشي بقى كله شحم. يا عم ماشي، اديني مسحت لك وشك. معلش اصل ما خدتش بالي ان الشحم في وشك. بص يا محترم، الراجل اللي جالها معاك كلمه ان انا غلبان وفقير وعلى الله وباكل عيش، بس ممكن اكل العيش ده يتحول لحاجه تاني. داخل عليها وقلت عايز تزود الكاوتش، فجاه حولت الشغلانه لفك العجل وترصيصه. عملت لك ده وقلت لك فاضل لك معايا غلطه، التالتة بقى دوست على ايدي. بطلي لعب يا صافي مع العيال الصغيره وادخلي جوه وشوف امك خلصت اكل الرودي ولا لا عشان نكمل شغل. بالله عليك، اسمها رودي صح؟ يبقى خليها كده تجيب لي طبق عشان انا جعان قوي. عايز تاكل؟ اه. طيب يا عم، اصل غير شغلانه الكاوتش دي انا بعرف اطبخ والاكل بتاعي هيعجبك. يلا عشان تاكل. ايه اللي عمل في وشك كده بقى؟ لا مفيش، الواد وهو بيرفع العربيه على ونش كاوتش خبط في وشي. كاوتش برضو اللي خبط في وشك ها؟ مش عشان عينك من البنت اللي في الورشه. عيني من البنت ايه بس؟ وحد يكون معاه القمر ده بيبص الميكانيكيه؟ ما تقول لنفسك، انت اللي عملت ده كله وداخل عمال بترازي فيهم وترازي في البنت واعملي لي شاي واعملي لي مش قهوه. عايز اسمع كلام كتير، روحي على العربيه يلا. كل ده كنت فين؟ بقول لك ايه، انت عارف الميكانيكي اللي هناك ده؟ ماله الميكانيكي ده؟ هديك حاجه تحطها في العربيه وهنسرقه، هو او اخته، عشان انا ما بسيبش حقه. والواد عمل لك ايه ده اصلا؟ ضربني في دماغي، وانا من الدم اللي نزل مني ده مش هسيبه. وماله، انا معاك، يلا بينا. خلاويص لسه قلت لك بقى داخل عليك. يا نهار اسود، انت غبي يا عم، بوظت لي البريزر. حقك عليا والله ما خدت بالي يا ولد، ما انت اللي معدي جنب شغلي. انا اللي معدي جنب شغلك؟ الظاهر بقى انك راجل قليل ادب وعايز تتضرب. بتمد ايدك على واحد كدابوك، ليه بتضربني بالقلم يا ولدي؟ عملت لك ايه؟ ما انا قلت لك ما كنتش اقصد.
انت اللي معدي جنب شغلي. ما تقولش قد ابوك، انا بقى مش نقاص زيك. اتكل على الله يا عم. اهو مصطفى جاوب. ايه يا مصطفى اللي عمل في لبسك كده؟ راجل حمار نقاش على الصبح. بص وقع عليا البويه ازاي. ايه ده؟ بس انا ما لحقتش اغير عشان عارف ان احنا متاخرين. طب خلاص مش مهم. طب ما ازاي هتروح كده طيب؟ طب اعمل ايه؟ طب هلحق اطلع اغير واجي؟ ده مفيش وقت. خلاص ممكن نعدي على اي مكان نشتري لك بليزر تاني. طب يلا بينا. يلا. الله ينور عليك يا حاج. خلي بالك يا بت، خلي بالك. مالك بس يا حاج بتبكي ليه؟ لا مفيش، بس ده اخر يوم ليا عندكم النهارده، ليه بس؟ وشوفوا صنايعي غيري كمل هالشغل. ليه كل ده ليه طيب؟ واحد وهو معدي بدري شوية بويا جو على البدلة بتاعته من غير مقصد، والله من غير مقصد. يبقى انت قصدك مصطفى، عشان كده البليزر بتاعه كان مش نظيف. ما عارفش يا بت، بس مش ده المشكلة. امال ايه المشكله؟ ان مد ايده علي. وانت عملت له ايه؟ هو ازاي يعمل كده؟ ولا حاجة، هو ما قدرش حتى ان انا كدبوه، وعايرني بشغله وبسني، وقال ما تقولش على ابوي لان ابويا مش نجاش. اكل العيش يا بت. لا طبعا ما ينفعش اللي عمله ده. امد ايدي للخلق واشحت، لا طبعا يا عم الحاج. ولا راجل في سني يقوم يشتغل عشان خاطر ما يتعارش لو ما وكلش عياله. مش عايز اخليهم محتاجين لحد، انا معايا بنتين على وش جواز. عارفه يا حاج، حقك عندنا. وبص خليك هنا وانا هتصرف ثواني وراجعه لك. اتفضل يا بت. بص يا دولت، هتقولي الكلمتين دول لمصطفى عشان انت اللي تعرفي تتكلمي معاه. في ايه يا رودي؟ عم الحاج النقاش اللي شغاله عندنا، مصطفى وهو معدي في شويه دهان وقعوا على البليزر، هو اللي وقعهم بس غصب عنه وهو بيدهن. وشفت مصطفى عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ ضرب عم الحاج بالقلم. طب ما هو اللي غلطان. غلطان ازاي؟ انت تخلي مصطفى يروح يراضيه دلوقتي. انا بصي ما ينفعش اقول لمصطفى انت غلطان حتى لو هو غلطان، وبعدين يعني هو ازاي يرمي على هدومه ونقاشه وحاجات زي ده دي؟ غصب عنه، بعدين ده واحد قد ابوكي، ما ينفعش اللي حصل ده. ماليش دعوه، لا والله هو غلطان، وبعدين ده شغال عندنا. في ايه يا رودي مالك؟ شيخ اعتبريه قد ابوكي، ترضي ان حد قد ابوكي يتضرب بالقلم؟ انا ماليش دعوه بالموضوع ده، عايزه تقولي له انت غلطان روح قولي له انت، انما هو كان غلطان فعشان كده اكيد ضربه يعني. انت ايه اللي انت فيه ده بجد؟ انا ما لقيتش بدله، هو في حاجه ولا ايه؟ انا عرفت من اللي حصل، انت ليه ضربت الراجل النقاش بالقلم؟ وهي عرفت منين؟ ده قد باباك، حرام عليك. يعني بوظ لي البدله واسكت له؟ مثلا يعني انت لو واحد زي كده زي باباك هتعمل معاه كده؟ لو ابويا نفسه هضربه. وده مش ابونا، ايه دي مش هتشبهي ابونا بالراجل ده، احنا ابونا مش بتاع نقاشه، فما تتكلميش بقى وتتحمقي له قوي كده. حرام بجد اللي انتوا عملتوه ده. يلا بينا. حرام عليك قوي. ماشي يلا. دي الناس اللي ما عندهاش رحمه دي. بس انت يا مصطفى برضو غلطان، ما كانش ينفع تضرب الراجل بالقلم على وشه كده في بيتنا كمان. انا مش عارف بقى دودو، هو اللي حصل وخلاص، انا رد فعل مش اكتر. خلاص بقى يا حبيبي حصل خير. ولا يهمك. انا دخلت المكان عندكم عشان لقيت وصلكم راجل، بس مش ده المهم. انا عايز اعرف مين اللي مد يده على ابوي. ده شكل الموضوع مش هيعدي على خير. ما تعليش صوتك، انا اللي ضربت ابوك بالقلم. مش عيب عليك يا هندسي تمد يدك على راجل كبير؟ وانت مش شايف البدله باظت ازاي؟ انت عارف تمنها كام دي؟ كام يعني؟ 5000 جنيه. هشتريها منك. اقلع البدله، اقلع. دي البدله اللي ابويا عشان اتضرب رمناها البدله وخلصنا من تمنها، وده هو الحق التاني حق ابوي، وده لا مؤاخذه مش بفلوس. اتفرج على النمره اللي هتحصل دي، صوري. دي هديها لك من بعيد. ها خلي بالك يا احمد، خلي بالك خلي بالك. في بورم يقع الوقعه دي. معلش انا عارف انها ايجار. الكاميرا باظت، الكاميرا دي انا مأجرها. معلش اصل كنت عايزك تعمل لي سيشن مائي. يلا صورنا وانت واقف كده. بقول لك ايه، جيب لي كادر من ديل السمك، يعني حاول تجيبه لي عشان بيبقى شكله برونز. ما عيب بقى اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا ما عندكوش دم ولا ايه؟ اطلع يا عندنا احمد. دم، وبعدين هو اللي حمار خبط فيا. خبط فيك فترميه في الميه؟ ها هو اللي اتشنكل والله. احنا اي حد بيلمسنا بنرميه في الميه. انتوا عالم قلالات الذوق. وبعدين انا عايز اخد معاك الصوره. يلا اتحكي للكاميرا بقى. انا مش عايزه هطل وعبط.
خلاص يا احمد بقى ما تضايقش نفسك. ما ضايقش نفسي ازاي؟ انت عارفه الكاميرا دي تمنها كام؟ انا اللي عايز افهمه. انا 45,000 جنيه وتدفع حقها دلوقتي. وريني الكاميرا كده. الله اكبر. انا معلش وجعت غصب عني وكنت برجع انا وبصورها. بص بقول لك ايه، انا مأجرك الكاميرا دي ساعتين وانت خدت الكاميرا وبليتها في الماء، ماليش فيه. تدفع ال 45,000 جنيه دلوقتي حالا. طب بالراحه بس حضرتك، ده كان سوء تفاهم وهو وقع غصب عنه. ده وسوء تفاهم انا مالي بيه؟ انا ايه ذنبي سوء تفاهم؟ ده يعني موضوع عرضي، هو ما يقصدش يقع يعني. يا دولت الراجل ده اكل عيشه وهو ملوش ذنب. بالظبط ماشي كده. بس هو اتعرض لحادثه يعني زي بقول لك حادثه، إيه، فاهم؟ بعد اذنك مش عايز اتكلم معاكي، كلامي معاه هو عشان انا قضيت له الكاميرا اللي هو. بعد اذنك كده عاوز ال 45,000 جنيه. خلاص هعدي عليك في المكتب وهجيبهم لك. طب انت بتبوظها له اكتر. ما هي باظت يا دولت، الشطر بتاعها اتحرق. ما هو كده يخليك تدفع اكتر. هعمل ايه؟ المشكله مش ان انا ادفع، المشكله عايز افهم انا وجعت ازاي. انا بصور عادي. خلاص يا احمد، مش مهم تفكر في الموضوع. هي الناس اللي احنا شفناها دي ساعه التصوير كانوا قليلات الذوق شويه. هي الناس دي جت بعد ما انا وجعت ولا كانوا واقفين؟ لا كانوا واقفين وانت بتقع. طيب روحي انت. هتعمل ايه؟ روحي خلاص روحي. طب ابقى طمني عليك. خد الورد ده وديه عند الكوشه. مستر اسلام بس ال 45,000 هجيبهم انا لك. عارف كل حاجه يا احمد، قلت لك كل حاجه زي ايه؟ يعني قصدك ان انا هستلف فلوس من الناس؟ ما هو اكيد يعني ما معيش 45,000 كنت جبت واحده. لا انا عرفت اصلا انت وجعت الميه ازاي. وجعت ازاي؟ اتكعبلت. خلاص يا احمد، حصل خير حصل خير. لا ما حصلش خير، ما ممكن تفهمني؟ اصله شفت لك فيديو ده. طيب امسك. هم دول اصحابك ولا مين بالظبط؟ مش مهم، وانا كنت جاي استسمحك في فلوس الكاميرا دي، بس بعد الفيديو ده الكاميرا دي سعرها هيجي اضعاف، وبكلمه مني. اتفضل. الفيديو طلع ترند. ده جاب 2 مليون في 3 ساعات. يا احمد استنى، ما تعملش مشاكل. استنى انت يا دولة، دي خلاصة حج. انا جاي اسالك سؤال، اليوم اللي الكاميرا وقعت فيه في الميه وقعت مني ولا انت اللي وجعتني؟ لا الصراحة أنا اللي وقعتك. وبعدين يا عم أنا كنت عايزك تعمل لي سيشن، بس أنت ما عرفتش تصوروني. يا عم وماله، نعمل احلى سيشن. تليفونك عاجبك صح؟ اقف بقى عشان خاطر اصورك. تليفونك صح؟ اقف عشان اصورك. لطيف يلا. الولد ده. يلا. إيه ده؟ أنت مجنون؟ مجنون. وكده حج الكاميرا خلص. أنت عارف التليفون ده بكام؟ بحج الكاميرا مش هتفرق، انا هشيل الباقي على حسابي، بس ده حج الكاميرا. حج انا بقى. اوعى تفتكر متجوزك من حلاوتك، لا دي خلاص اتحج بين اخوكي وبينك. حق ايه ده؟ لما اختي اتجوزت عندكم في البيت وراحت كنتوا بتعاملوها وحش، واهو جه اليوم لا اخد حق اختي منيكم. انا مالي؟ انا بتدخلني ليه في المشاكل دي؟ انا مالي باختك ما وباخويا؟ تتكلميش معايا، خلص الكلام. ايه يا احمد؟ الحمد يا احمد. صح، ونسيت اقول لك، انت هنا تخدمي وبس، تطبخي تغسلي تمسحي البسيم. بصي من الاخر كده، عاوزك خدامه، متجوزك خدامه، فهمت ولا لا؟ وعاوز توصل الكلمتين دول لاخوك، وصليه عادي برضو، ما بيفرقش معايا، كده كده انت بقيتي مراتي وهو ما يقدرش يعمل اي حاجه، فهمت يا حلوه؟ ايه انت ساكته ليه؟ طيب ماشي، السكوت حلو برضو وماله. دموعك على خدك ليه؟ سمعت. اقعد انت. يا بت ايه ده ابو حميد؟ طب قوم اعمل شاي ولا عصير لاخوك. طب مش أقول لك- جاي اتضايف، جاي اقولهم لك كلمتين وتحطهم في راسك. خدتوا مني مرتي هي وحامل وعدتها لكم مره، جيتوا تهجمتوا على البيت في غياب الرجاله وعدتها لكم مره. اسمع كلام تقولوا لاختي زي دي اهدي ما تعديش، وانت عارف لما بتوصل للمشاكل ابو جراح بيعمل ايه. انت تشغل اخت تاني خدامه عندك انت، ما حصلش الكلام ده، مين اللي قال لك كده؟ مش مخليها سايبه كسور وسرايات عشان خاطر اختي تتهان.
ودمعة اختي اللي نازله على خدها هديه غاليه عندي قوي، ومستعد اموت في سبيل الله عشان خاطر زعل اختي. اسمع يا اسلام، المشاكل اللي حصلت من اختك هي اللي جابتي، هي اللي عرفت قوانين البيت دي وكسرتها. تيجي ترد في اختي؟ لا، مش هديك فرصه لو دقيقه واحده. بس هعمل ايه يا اخي؟ ما بعرفش اعصمي ولا اكسر كلامي. انا يا احمد ووافقت على جوازتك منيه، لكن لو مفكر انك هتاخد اختي وترد اللي حصلان في اختك تبقى انت فاهم غلط. والقلم اللي هتضرب اختي هاخد قصاده 10. يا شاد قولي له انا عملت معاك حاجه وحشه. انا هات تليفونك. من بداية انت وبتقول لاختي انها خدامي، معاها على التليفون وسامع كل كلمة. اما حبت ترن على اخوها تستنجد بيه منك. اختي لا صوتك يعلى عليه ولا يدك تترفع ولا تفكر انك تشغلها عندك خدامي. هاجي هد البيت ده فوق راسك، ولولا كلام الناس وعيب اخليك ترمي عليها اليمين دلوك. بس انا عشان واثق من كلامه وعارف انها ماشيه عليك همشي واسيب اختي عندك، وعينك لو اترفعت عليها يا اسلام هعملها لك.